هنعمل النهارده فانوس تحفة خامته بسيطة قوي ومش مكلف. اول حاجة كده جبت 3 كراتين مقاسهم 10 في 10، لزقتهم في بعض بقى بالغراء او الشمع المتوفر عندكم استخدموه. بعمل الخطوة دي عشان ازود سمك الكرتونة. بعد كده نستخدم خافض اللسان، وده انا بجيبه من الصيدلية او من اي مكتبة كبيرة. بنحط شمع بقى على حرف الكرتونة ونلزق عليها عصاية من خافض اللسان عشان نداري الشكل ده، ونقص بقى اي زيادة في الخشب ونلزق الباقي برضو بنفس الطريقة. فانتم مش شرط تلزقوا 3 كراتين فوق بعض او 4، الزقوا اي عدد، المهم ان هي في النهاية تبقى نفس مقاس خافض اللسان. بحط شمع على الزاوية كده وبثبت 2 من خافض اللسان جنب بعض، نتأكد ان هما لازقين كويس في بعض، مفيش فرق بينهم عشان ميبقاش شكلهم وحش. هعمل ال3 زوايا بنفس الطريقة وهسيب الزاوية الأخيرة بس. بعد كده نحط عليهم من الأطراف شمع. كنت مجهزة كرتونة تاني بنفس المقاس، طبعا عملتها بنفس الطريقة بالظبط، بثبتها من فوق كده. في الزاوية الأخيرة اللي احنا كنا سايبينها دي هنثبت عصايتين من خافض اللسان. بعد كده نستخدم عصيان شيش طاووق، وباخد مقاس الحتة دي كده وبعدين نقصها. نلزق بقى الخشبة دي بالشمع او سوبر جلو هيكون افضل. طبعا هعمل نفس الخطوة في كل الجناب. بنحط واحدة من عصيان الشيش طاووق بزاوية كده على الفانوس من بره عشان ناخد المقاس، نقص الزيادة وهنحتاج 8 من المقاس ده، وبحط شمع في الزاوية كده ونثبت الخشبة. بعدين بثبت واحدة تانية عكسها، وعملت نفس الخطوات في ال3 جوانب الباقيين. كنت مجهزة قطعة كمان بنفس الطريقة مقاسها 4 في 4، واحدة تاني مقاسها 7 في 7، دول هنحتاجهم كمان شوية. جبت حلقة ستارة وقصيت الحتة المدببة دي ونثبتها بالشمع كده في الكرتونة الصغيرة. بعدين بنحط شمع في الناحيتين دول، نلزق شريط ستان او حتة قماشة، المهم ان احنا نثبت الحلقة كويس. وعشان نداري الستان او القماش محتاجين نثبت خافض اللسان هنا كده، نقص الزيادة. وبرضو الناحية التانية نعمل نفس الخطوة. طبعا انا ما كنتش بكسرها كده على طول، انا كنت ببقى ماشية عليها بالقطر من الناحية التانية. نلزق بقى على الفانوس الكرتونة اللي مقاسها 7 في 7 وعليها كرتونة اللي مقاسها 4 في 4. ممكن كمان تجيبوا القطعة دي من محلات الحدايد والبويات، تاخدوا منها الجزء اللي فوق ده وتثبتوه مكان الكرتونة الصغيرة. حبيت شكله الأولاني أكتر فشلتها. آخر خطوة بقى هي مرحلة الدهان، وهنا أنا استخدمت دهان عادي عشان يبقى اللون مط، بس كمان ممكن تستخدموا سبراي، بس السبراي هيخليه بيلمع، فانتوا ذوقكم بقى. وطبعا الجمال ده هيكمل بالإضاءة، فاستخدمت معاه شمعة إلكترونية وكان شكلها تحفة. ده كده شكله النهائي. بصوا بقى الشياكة بجد خطير، لازم تجربوه. ما تنسوش كمان تكتبولي رأيكم.